كل يوم بنبدأ يومنا بالتليفون وبنختمه بالتليفون. حياتنا بقت كلها شاشات، بس يا ترى آخر مرة بصيت للسما كان إمتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني مهما تبص مش هتلاقي غلط، كل حاجة محسوبة بدقة، كل نجمة في مكانها وكل سحابة ماشية بأمره. في يوم السيدة عائشة كانت بتحكي وبتقول ان هي صحيت من النوم ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم جنبها، فخرجت تدور عليه لقته في المسجد، وكان رافع راسه للسماء وكان بيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم ارزقني. النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من اللي عنده كله لكن كان بيرجع ويبص للسماء، وكان بيبص بقلبه اكتر ما بيبص بعينه. وكان الصحابة لما بيجي الليل كانوا بيسيبوا الضحك والكلام من ده كله وكانوا بيقعدوا يبصوا للسماء، كانوا بيقعدوا يتفكروا في السماء وفي النجوم ويقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كانوا شايفين السما دي مش منظر، ولكن الآية كانت بتفكرهم ان الدنيا دي زائلة وان هي مؤقتة. السما بتتبدل كل لحظة زي حياتك بالظبط، يعني في سحاب وفي صفا وفي عتمة، بس اللي فوقها واحد، اللي ماسك السما هو اللي ماسك امرك. ابن القيم كان بيقول ان التفكر في خلق السماوات والارض فدي عبادة قلبية بتفتح ليك ابواب المحبة لله سبحانه وتعالى والخشية منه. والامام الحسن البصري كان بيقول ان تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني لحظة صدق تبص فيها للسما ممكن تغير قلبك اكتر من مليون واحد يقعد يوعظ فيك. فجرب انك تبص للسما بدل ما انت كل يوم بتبص في شاشة التليفون بتاعك. تعرف ان انا كل ما ببقى متضايق ومخنوق بعمل مثلا اي حاجة اشربها او كده وبطلع اقف في البلكونة واسيب التليفون في جوه في البيت وبسيب كل حاجة وافضل ابص للسما كده، بحس ان انا واقعد اكلم ربنا بقلبي، ويمكن ساعتها تفتكر ان ربنا شايفك وسامعك وبيحضر لك لحاجة حلوة جاية. حرفيا السما دي مش منظر ولكن هي رسالة لينا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه فبيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بات ليلة، ولما صحى من النوم مسح النوم من على وشه وقرأ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني اول ما صحى من النوم ما كلمش حد ولا عمل اي حاجة غير ان هو بص للسما وقرأ الآيات دي. وعمر بن عبد العزيز برضو كان بيقول تفكر ساعة في آلاء الله أحب إلي من قيام ليلة. يعني لحظة وعي تشوف فيها السما بصدق ممكن تغير فيك أكتر ما تفضل تقيم الليل من غير حضور قلب. بس والى هنا ينتهي فيديو النهارده، واتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده. وبعد كده حاول بس انك تجرب كده انك اول ما تصحى من النوم ما تمسكش تليفونك، وقوم مثلا صلي ركعتين واطلع اقف في البلكونه وبص للسماء واقعد كلم ربنا بقلبك واشتكي له من كل اللي مزعلك ومن كل اللي انت حاسس بيه وعن مستقبلك اللي انت خايف منه ومن كل حاجه وعن مذاكرتك وعن كل حاجه مزعلاك. فاتمنى انك تعمل كده، ويلا سلام.